ازيكم يا شباب، في فيديو جديد في قناتنا نيد فور جيم. النهارده جينا بموضوع جدلي شويه، وموضوع بنقسم فيه الجيمرز، وهي العاب السولز. طبعا خلونا متفقين مع بعض في جزئيه ان في العاب كتير من العاب السولز نزلت كسرت الدنيا وعملت نجاحات رهيبه، وكمان خلت الجيمرز ينتبهوا لتصنيف السولز بشكل عام. في امثله كتير على العاب السولز زي العاب دارك سولز، وكمان ديمون سولز، والعاب زي لعبه سيكرو، واخيرا لعبه الدرينج. والجنرا ديت بشكل عام انقسم فيها الجيمرز بشكل غريب جدا، لان في جزء من الجيمرز بيعتبر الالعاب ديت ماستر بيس، وكمان قدمت تحفه فنيه وجيم بلاي على اعلى مستوى. وفي نوع تاني بيقول ان الالعاب ديت بالنسبه له بتبقى صعبه جدا بسبب تكرار الخساره وصعوبه البوسز، وكمان ان مفيهاش تشيك بوينت. فالنهارده باذن الله احنا هناخدكم في رحله جميله وممتعه نقول لكم فيها ليه الجيمرز دول بيحبوا العاب السولز وتصنيفها، وليه الجيمرز دول كمان بيكرهوا التصنيف دول بشكل عام. فيلا بينا نبدا، ليتس جو. اول نقطه معانا في الجزئيه ديت وهي ليه الناس بتكره او بتخاف تلعب العاب السولز، وده لبعض الاسباب. نقدر نقول اول سبب هي الصعوبه الشديده جدا، وان الالعاب ديت ما بترحمش. بسبب ان الالعاب ديت هتلاقي ان البوس اوفر باور بشكل مبالغ فيه جدا، وامكانياتك اللي معاك مش متاحه ان هي تهزمه من اول او تاني مره، فبتحتاج انك تتعلم من اخطائك. فالموضوع ده بيسبب ازعاج كبير للجيمرز، لحته ان هو بيفضل يعيد ويزيد في نفس البوس وفي نفس الفايت عشان يقدر يكسب المعركه دي. وتاني نقطة كمان مشتركة وهي نقطة قلة التوجيه في الألعاب ديت. طبعا احنا متعودين في الألعاب العادية إن بيكون في وسائل مساعدة، وكمان الناس بتجيلك في الطريق تساعدك وتوصل لك الأفكار اللي انت محتاجها عشان توصل أسرع في اللعبة. ولكن في ألعاب السولز الموضوع ده مش موجود أو ضعيف جدا، بتلاقي إن وسائل المساعدة ضعيفة، محتاج تعتمد على نفسك أكتر، وكمان بتعتمد على البيئة المحيطة حواليك إنك تربط القطع ببعض عشان توصل بشكل أسرع. وطبعا النقطة الأهم والمحورية بالنقطة ديت هي نقطة الإحباط الشديد اللي بيحصل للاعب بسبب كثرة الخسارة والإذلال اللي الوحش بيعمله لك طول اللعبة، لأن الوحش أوفر باور بشكل فظيع، وأنت طبعا من أول مرة ما معكش الإمكانيات اللي تساعدك إنك تهزمه. فده بيسبب إحباط شديد بسبب الخسارة اللي بتحصل لك مع كل مرة بتواجه بوس أقوى. وهنا الموضوع مختلف تماما بالنسبة للفئة الأخرى اللي بتحب ألعاب السولز جدا. فبالنسبة لألعاب السولز طبعا من أهم مميزاتها هي الإحساس بالإنجاز. طبعا بعد ما بتمسك وحش تتعامل معاه لمدة يومين أو 3 متواصل، يفضل يهينك وتخسر وتتعلم وتبدأ إن أنت توصل لمرحلة إنك قدرت تهزمه. وطبعا من المميزات التانية الموجودة في ألعاب السولز هي تصميم العالم المفتوح. طبعا تصميم العالم بيختلف من لعبة للتانية، ولكن الشيء اللي ارتبط ما بين الألعاب هي جزئية العالم المميز. انت بتلعب في عالم مميز جدا وموجود فيه وحوش مختلفة ما بين كل لعبة والتانية، فبتحس بحاجة جديدة. زائد ان كل ضربة ليها وزنها في اللعبة ديت، وكل حركة لازم تبقى مدروسة ومتقنة عشان تقدر تكسب وما تخسرش كتير وتعيد من الأول. فدي حاجة كانت ممتازة جدا في الفئة ديت من الألعاب، خلت الألعاب ديت تميزت عن باقي الألعاب، لأن هي قدمت جيم بلاي عميق، وكمان إن هي مش مجرد بوس وهو خلاص. أنت بتبدأ تبني استراتيجية إنك تهزم الوحش دوت بطريقة معينة بحيث إنك تقدر عليه في أقل عدد من الخسارة الممكنة. وكمان قدمت بوسز على قدر المستوى بشكل ممتاز جدا، يخليك فعلا بعد ما تهزمه تحس بالانجاز العظيم اللي ما قدرش يعمله اي جيمر غيرك. وهنا هحاول اخدك في رحله بسيطه لالعاب السولز، بحيث ان انا احاول اقنعك بجمال وروعه العالم دوت، انك تخش فيه تلعب الجنرا ديت هتستمتع بيها جدا عن اي جنرا تانية، لانها فعلا لما تحس بالانجاز وانك قدمت لعبه كامله تحس بانجاز مش هتوصل له مع اي جنرا تانية. وطبعا زي ما موجود العاب كتير في السولز، طبعا في فئات كتير تانية بتلعب في العاب السولز ديت. بتتقسم في طريقة اللعب بحيث ان كل جيمر بيلعب بطريقته المعينة واللي بتميزه عن اي جيمر تاني. فمثلا بتلاقي فئة من الجيمرز بتلعب عن طريق الماجيك فقط، بتلعب ان هي بتبقى كصحراء. وفي فئة تانية بتلعب كفئة الفايتنج اللي هم بيلعبوا بسيوف وأسلحة. في فئة تالتة بتحب تلعب اللعب السريع اللي هي بتلعب بأسلحة خفيفة وبتلعب تحب إن هي تخلي نظام اللعب بتاعها سريع. وفي الفئة الأسوأ فيهم خالص، وهي الفئة اللي بتلعب تحب تخلي اللعبة دي فيلم رعب، عن طريق إن هم بيلعبوا
بدون اي اسلحه او بدون اي ماجيك، بيلعبوا بس باسهم. وطبعا اللعبه ديت موجهه لفئه معينه من الناس، فلو انت من الناس اللي بتحب التحدي والصعوبات اللعبه دي طبعا موجهه ليك. لو انت من الناس اللي بتحب القصه العميقه اللي بتاخد معاك وقت عشان تستكشفها، برضه اللعبه دي موجهه ليك. لو انت من الناس اللي بتحب تتعلم من اخطائها وتبني الاستراتيجيه بتاعتها في اللعب وتبدا تواجه صعوبات اكتر، برضه اللعبه دي موجهه ليك. اما لو انت من الفئه عكس ذلك اللي ما بتحبش الخساره وبتحب القصه المباشره والسهله وكمان بتحب الالعاب السهله جدا، اللعبه دي مش عشانك. من هنا اقدر اقول لكم ان الالعاب ديت فعلا مظلومه في الفئه ديت، وان هي محتاجه بس ان الجيمر يحاول يجربها ويحاول يفهم القصه ويتعود على نظام الجيم بلاي، وفعلا هتبقى من فيفورت عنده وهيعجب فيها جدا. ونيجي لسؤال مهم جدا، هل العاب السولز ديت العاب صعبه فعلا ولا هي العاب عادله ان هي بتخلي العالم بالطريقه ديت؟ انا شايف من وجهه نظري ان الالعاب ديت لازم تعلمك من غلطك علشان تتقدم في العالم دوت. What do you get your period? وانا بصراحه شايف ان العاب السولز ديت ما فيهاش اي ظلم خالص للجيمرز، بل هي مجرد اختبار للجيمرز عشان يثبتوا مهارتهم. فالالعاب ديت بصراحه انا ارجحها لكل جيمر حابب ان هو يبقى جيمر محترف ويدخل العالم الممتع والجميل دوت، لان هو فعلا يستحق. ومن هنا اقدر اقول فعلا ان سلسله السولز عموما مش للجميع، ولكن دوت شيء لا يعيب الجنر تماما او سلسله الالعاب ديت. فلو انت جيمر وحبيت تدخل عالم السولز عموما وقررت تكمل فيه، هتستمتع فعلا بسلسله ولا اروع. مش بس الالعاب ديت هتسليك، دي كمان هتربيك وهتبني منك جيمر من اول وجديد يقدر ان هو يواجه الصعوبات في الالعاب ديت ويبقى مقاتل محترف. ومن هنا يا شباب اقدر اقول لكم ان الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو يعجبكم، وباذن الله اشوفكم فيديوهات جديده. سلام.